السلام عليكم أصدقاء شير السينما في حلقة جديدة. علماء ومفكرين ومحاربين وحتى أشخاص عادية خاضوا معارك من أجل تحقيق أحلامهم واستقلالهم وكمان أفكارهم، وسواء كانت أفكارهم بالسلب أو بالإيجاب أو كانت هتخدمهم هم كأشخاص أو هتخدم المجتمع ككل، فكل واحد فيهم ما كانش فكره من البداية إن اسمه يخلد في التاريخ. لكن دور السينما على مدار سنين طويلة كانت إبراز النجاحات في مختلف العصور والمجالات، ومن خلال الحلقة حبينا نجيب لكم بعض من الأشخاص دي وكمان الأفلام اللي تم تخليد ذكراهم فيها. ومن غير كلام كتير كالعادة بسرعة نبتدي حلقتنا. ونبدأ بألان تورينج، عالم الرياضيات البريطاني، وكان واحد من الرواد في مجال علوم الكمبيوتر النظرية. وفي ناس شايفين ان نظرياته اللي مر عليها اكتر من 60 سنة تعتبر هي اللي اسست بشكل او باخر نظرية تطور الذكاء الاصطناعي، وبتدين ليه بريطانيا بالفضل في الحرب العالمية الثانية لقدرته في فك شفرة الجيش الألماني أثناء الحرب، مما رجح كافة دول الحلفاء وساعد في هزيمة الجيش الألماني. ونزل فيلم بيتكلم عن نظرية ألان تورينج باسم The Imitation Game عام 2014. If you speak a word of what I'm about to show you, you will be executed for high treason. It's beautiful. It's the greatest encryption device in history, and the Germans use it for all communications. Everyone thinks Enigma is unbreakable. Let me try, and we'll know for sure. Mr. Turing, do you know how many died because of it? I don't. 3. وتاني شخصية هتكون معانا هي فرانك أباجنيل، واللي يعتبر واحد من أشهر المحتالين في التاريخ، وتميز في براعته في الاحتيال على البنوك والشركات الحكومية وكمان شركات الطيران بأكتر من اسم ووظيفة وصفة، لدرجة إنه سافر لأكتر من 26 دولة بجوازات سفر مزورة، وكل ده قبل ما يبلغ سن 19 سنة. وكمان مكتب التحقيق الفيدرالي فضل يدرس حالته لأكتر من 4 عقود متتالية، وكمان بعد خروجه من السجن استعان بخبراته لمنع عمليات التزوير، وأكتر من 14,000 مؤسسة مالية وشركات ووكلاء حكوميين استفادوا من برامجه لمنع الاحتيال والسيطرة عليه. وتم تجسيد قصة حياته من خلال فيلم Catch Me If You Can عام 2002. Dr. Harris. Yes? Do you concur? Concur with what, sir? Ma'am, I'm sorry to have to tell you, your son is forging checks. I have a payroll check here I'd like to cash. I'm working part-time at the church now. Just tell me how much yours and I'll pay you back. $1.3 million. ونيجي بقى لواحدة من الشخصيات الأبرز على مر التاريخ، وهي شخصية ويليام والاس، وهو المحارب الاسكتلندي اللي قاتل من أجل حرية بلاده ضد الاحتلال الإنجليزي عام 1227، وخاض أكتر من معركة ألحق فيها الجيش الإنجليزي خسائر كتير جدا، حتى إن البلاط الملكي رصد جايزة كبيرة جدا للإبلاغ عنه أو الإمساك بيه. وطبعا نزل فيلم بيتكلم عن قصة حياة ويليام والاس باسم بريف هارت عام 95. Scotland's daughters and her sons are yours no more. A rebellion has begun. Under who? William Wallace. He rallies new volunteers in every Scottish town. We come to fight and to die for you. Stand up, man. I'm not the Pope. رابع شخصية هتكون معانا هي كريس جاردنر، رجل الأعمال والخبير في سوق الأوراق المالية وكمان المحاضر الدايم في جلسات التنمية البشرية، واللي بدأ ينقل خبرته للناس وبيحكي عن بداياته في الثمانينات ورحلة كفاحه اللي في وقت من الأوقات كانت بتخليه هو وابنه يناموا في محطات الأتوبيس والحمامات العامة والمنتزهات المفتوحة. وفشلوا في البداية في تسويق أحد مشاريعه لدرجة إنه بدأ يدور على ملجأ من خلال الجمعيات الخيرية لضمان أكل ونوم مجاني مع المشردين. كل ده وأكتر سرده جاردنر في كتابه اللي بعد كده تحول لفيلم سينمائي باسم The Pursuit of Happiness عام 2006. You gotta trust me, all right? I trust you. Because I'm getting a better job. Let me see if I can find you an application for our internship. Did Mom leave because of me? Mom left because of Mom, and you didn't have anything to do with that. ونروح سريعا دلوقتي لقصة هوارد هيوز، رجل أعمال أمريكي ويعد واحد من أكبر الأثرياء على مستوى العالم. عرف عنه ولعه الشديد بركوب الطيارات. عام 24 توفى والده
وترك له شركة هيوز للآلات والمعدات. وبعدها حقق هاورد حلمه بامتلاكه لشركة لتصنيع الطيارات، وفيما بعد اتجه للإنتاج السينمائي وأنتج أكتر من فيلم، من ضمنهم فيلمين يعتبروا من الأفلام الأكثر تحقيقا للأرباح وقتها، وهم هيلز أنجلز اللي نزل عام 30 وسكارفيس اللي نزل عام 32. وعرف عن هاورد كمان تحقيقه للأرقام القياسية في كسر سرعات التحليق بالطائرات، وكمان حقق الفوز في مسابقة التحليق حول العالم في 91 ساعة فقط. ونزل فيلم بيتكلم عن قصة حياته باسم The Aviator عام 2004. I'll have him dragged here to Washington. I want to see the whites of his life. We are in a street fight, and I'm not going to lose. He owns Pan Am, he owns Congress, but he does not own the sky. Beyond the wealth. You want me to bribe senators? I don't want them bribed, Jack. I want them bought. Something drove him. You have called me a liar and a thief and a war prophet. وسريعا لقصة ستيفن هوكينج. ويعتبر هوكينج واحد من أبرز العلماء في مجال الفيزياء النظرية والعلوم الكونية. وأثناء دراسته في جامعة إكسفورد تعرض لحادث أصابه بمرض نادر عرف فيما بعد بالتصلب الضموري، اتسبب له في شلل تدريجي في جميع وظائف الجسم. ولكن ورغم عن كده في سن 21 حصل على درجة الشرف الأولى في الفيزياء من جامعة إكسفورد. وسنة 79 تم اختيار هوكينج كوريث لإسحاق نيوتن لربط نظرية الجاذبية بانشطار الثقوب السوداء. وفي سن 35 أصبح أستاذ معلم في الرياضيات في جامعة كامبريدج. ونزل فيلم بيتكلم عن قصة حياته باسم The Theory of Everything عام 2014. Wind back the clock. Wind back the clock. Until you get the universe born from a black hole exploding. It's called motor neuron disease. Life expectancy is 2 years. وسابع شخصية هتكون معانا هي شخصية جوردن بيلفورد، وهو يعتبر مؤلف ومتحدث تحفيزي في التنمية البشرية وكمان سمسار. وعام 99 تم اعتقاله بجرائم احتيال. ويعد بيلفورد واحد من أشهر المحتالين في البورصة وسوق الأوراق المالية. اتحكم عليه ب4 سنين قضى منهم 2 بس علشان بعد خروجه تستقبله أكبر الشركات وتعينه كمتحدث وكمدرب مبيعات على مستوى مرموق. ومن بعدها صنع اسم لامع في عالم تنمية المهارات. وحقق بيلفورد أثناء التلاعب في سوق الأوراق المالية ثروة تقدر ب$115 مليون. وبعدها قرر المخرج مارتن سكورسيزي شراء قصة حياته وتحويلها لفيلم سينمائي باسم The Wolf of Wall Street عام 2013. My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made $49 million, which really pissed me off because it was 3 shy of $1 million a week. We're making a name for ourselves. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles. You know what a fugazi is? Oh, Fugazi. It's a fake. وبعدها سريعا لشخصية مارك زوكربيرج، ويعد واحد من أنجح رجال الأعمال وأكثرهم ثراء. وهو مبرمج أمريكي عرف عنه بتأسيسه لأول موقع تواصل اجتماعي باسم فيسبوك مع مجموعة من أصدقائه أثناء الدراسة الجامعية. والموقع تم تأسيسه في البداية علشان التواصل ما بين طلاب الجامعة، لكنه خرج وانتشر بعيد عن أسوار الجامعة كمان. وفي سنين قليلة قدر يكون عنده عدد مشتركين وصل ل1 مليار مشترك. وتم تصنيف مارك من ضمن أكتر 100 شخصية مؤثرة حول العالم. وتم فوزه بلقب شخصية العام عام 2008. وكمان تم تحويل قصته لفيلم باسم The Social Network عام 2010. Site got 2,200 hits within 2 hours. 22,000. This idea is potentially worth millions of dollars. Millions? You stole our website. They're saying we stole the Facebook. I know what it says. So did we? $1 million isn't cool. You know what's cool? $1 billion. والشخصية الأخيرة معانا هتكون لجون ناش، ويعتبر واحد من العلماء الأبرز في مجال الرياضيات وكمان الاقتصاد. وعلى مدار تاريخه كان مهتم بنظرية الألعاب الهندسية التفاضلية. وبرغم إنه عانى لسنين طويلة بمرض الانفصام، لكن ده ما منعوش من استكمال دراسته في مجال الهندسة وكمان الكيمياء قبل حصوله على الماجستير، وكمان استكمال دراسته في نظرية التوازن، وكمان حصوله من خلالها على الدكتوراه عام 50. وكمان سجلت النظرية دي باسمه في جامعة برينستون. ده غير إنه تم تكريمه عام 78 لإثبات نظرية علوم التوازن. وبعدها عام 94 يتم حصوله على جائزة البنك السويدي في علوم الاقتصاد. وتم تجسيد قصة حياته ومعاناته مع المرض في فيلم A Beautiful Mind عام 2001. Welcome to Princeton.
Who among you will be the next Einstein? Find a truly original idea. And it's the only way I will ever distinguish myself. It's the only way I will ever matter. He saw the world. And where's Nash? Out there, looking for his original idea. In ways that no one could imagine. وبكده تكون خلصت حلقتنا، وأرجو لو الحلقة عجبتكم يا ريت لو تشتركوا في القناة، ويا ريت كمان لو تشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقوا اللينك بتاعها موجود أسفل خانة الوصف. وما تنسوش انكم تفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد باستمرار، وما تنسوش كمان انكم تدعمونا بلايك وبشير، واستنونا في حلقة جديدة من شريط سينما.